مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026، بدأت كبرى الأندية الأوروبية في التحرك لإعادة تشكيل صفوفها استعدادا للموسم المقبل، وسط توجه واضح للتخلص من عدد من النجوم الذين خرجوا من الحسابات الفنية أو تراجعت مستوياتهم أو أصبحت رواتبهم عبئا ماليا على أنديتهم. في FC برشلونة، يبدو أن الحارس الألماني مارك أندري تيرشتيغن بات قريبا من الرحيل بعدما فقد مكانته الأساسية وتراجع دوره بسبب الإصابات، في وقت يعتمد فيه النادي الكتالوني على الحارس الشاب خوان غارسيا ضمن مشروعه الجديد لتقليص الرواتب وإعادة التوازن المالي. كما يدرس برشلونة بيع لاعب الوسط الإسباني مارك سادو، مستغلا اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته أبرزها إنتر ميلان، إضافة إلى اهتمام من الدوري السعودي. وفي ريال مدريد تتواصل الأنباء حول مستقبل عدد من اللاعبين، أبرزهم داني سيبايوس الذي دخل في خلافات مع الجهاز الفني وخرج من حسابات الفريق، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار ببيعه خلال الصيف المقبل. كما أصبح مستقبل إدواردو كامافينجا محل شك بسبب الإصابات المتكررة وتراجع مستواه، بينما تشير تقارير إسبانية إلى أن إدارة النادي لا تمانع رحيله حال وصول عرض مناسب. الاسم الأكثر إثارة للجدل داخل ريال مدريد يبقى فيدريكو فالفيردي، بعدما تصاعدت الأخبار حول أزمته الأخيرة مع أوريليان تشيواميني، وهو ما تسبب في توتر داخل غرفة الملابس وأعاد فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله عن النادي الملكي. وفي مانشستر يونايتد تسعى الإدارة للتخلص من المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، سواء ببيعه نهائيا أو إيجاد ناد جديد يتحمل راتبه المرتفع، في ظل عدم اقتناع النادي باستمراره على المدى الطويل. أما تشيلسي FC فيبدو أنه فقد الثقة سريعا في الجناح الأرجنتيني الشاب الذي تعاقد معه الصيف الماضي بعد موسم مخيب لم ينجح فيه اللاعب في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية. وفي الدوري الإيطالي يخطط AC ميلان للتخلي عن النجم البرتغالي رافائيل لياو بسبب تراجع مستواه وبعض السلوكيات التي لم تنل رضا الإدارة، رغم اهتمام عدة أندية أوروبية وسعودية بالحصول على خدماته. كما يسعى نابولي لإنهاء ملف لاعبه البلجيكي بعد أزمة انضباطية أثارت غضب الإدارة، إضافة إلى مشاكله البدنية المتكررة. وفي مانشستر سيتي لا يزال النادي منفتحا على بيع أحد نجومه الإنجليزي المعارين، رغم تألقه مع ناديه الحالي قبل تعرضه لإصابة قوية أنهت موسمه. وتؤكد هذه التطورات أن صيف 2026 سيكون واحدا من أكثر فترات الانتقالات سخونة في أوروبا، مع استعداد الأندية الكبرى لإحداث تغييرات واسعة داخل تشكيلاتها أملا في العودة بقوة للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.